المؤسسات في اطار اخوي، في اطار المساطير، في اطار الاحترام ديال القوانين، لاننا ماشي جينا نديروا الديمقراطيه باش نخالفوها بالحزب ديالنا، ولكن الخطاب ديالنا اليوم ان المغرب يا جلاله الملك لم يعد يقبل ان يكون هناك امثال لا الهمه لا المجيدي لا العمري لا حتى شي واحد. نعم يا جلاله الملك، لم يعد يقبل ان يكون هؤلاء يتحكمون في الحكومة ويعطون التوجيهات بالهاتف ويخيفون رجال الدولة ويشتمون المدير العام للأمن الوطني ويعطون التوجيهات للقضاة، لأنهم يستمدون نفوذهم من القرب منك وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهذا غير مقبول. هذا لم يعد مقبولا، ولقد قالها لك المغاربة الذين خرجوا بطريقة مشرفة وبطريقة سلمية كالذين لم يخرجوا بنفس الطريقة يا جلالة الملك. ويقول لك شعبك أنه يحبك وأنه معك وأنه يناصرك، ولكن لا بد من إصلاحات تضمن أن تكون الدولة تسير بطريقة عادلة، بطريقة منظمة، بطريقة ديمقراطية تحافظ فيها يا جلالة الملك على مكانتك، ولكن في نفس الوقت تقوم بالإصلاحات الضرورية التي ترفع عنها الضيم. هاد الناس يا جلالة الملك ماشي تيمثلوك، لا هما لا اللي كيستمع لهم واللي كيستمع لهم واللي كيمشي معاهم في الهاتف وكيمشي معاهم في التوجيهات ديالو، هادو كيمثلوا الاستعمار، هادو كيسحبوا باللي المغاربة باقي في عهد الاستعمار. هؤلاء ناس يعتبرون المغاربة، يعتبرونهم عناصر يجب ضبطها بالعصا والجزرة، ويجب ضبطها بوسائل القمع، ويجب ضبطها بأساليب التجسس والأساليب البالية التي أسقطت بن علي حفظك الله يا مولاي، والتي أسقطت بن مبارك حفظك الله يا مولاي، والتي ستسقط القذافي حفظك الله يا مولاي، ولا سبيل لذلك إلا بالتخلص منهم اليوم.